أثارت إهانات عنصرية جديدة تعرض لها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا يوم الأحد في الدوري الإسباني. وقد تضامن مع اللاعب البرازيلي عدة نجوم عالميين منهم أشرف حكيمي. سوف نتطرق للموضوع داخل الفيديو. وإثر هذه الإهانات العنصرية لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في جريمة الكراهية التي تعرض لها اللاعب. وكتب في بيان على موقعه الرسمي: يعتقد ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، وبالتالي قدم تقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديدا إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم الكراهية والتمييز، من أجل التحقيق في هذه الجريمة الإنسانية التي تعرض لها اللاعب فينيسيوس جونيور. وبعد خسارة ريال مدريد ب1-0 في المرحلة ال35 من لا ليغا في مباراة شهدت في نهايتها طرد فينيسيوس جونيور بسبب لضربه للاعب من الفريق المنافس بسبب إشكال بينهما. وقال مدربه الإيطالي كارلوس أنشيلوتي: لم يحدث مطلقا أن فكرت في إخراج لاعب بسبب العنصرية. ما حصل اليوم واجهناه سابقا، لكن ليس بهذه الطريقة. هذا غير مقبول أبدا. الدوري الإسباني لديه مشاكل مع العنصرية، والمشكلة ليست في فينيسيوس هو ضحية فقط. هناك مشاكل كبيرة للغاية. في الدقيقة 70 أشار البرازيلي خلف المرمى إلى أحد الجماهير، فيما وقف إلى جانبه مواطنوه وشكى زملائه إلى الحكم. وقال أنشيلوتي إنه سمع هتافات مونو أو قرد باللغة الإسبانية، ما دفع الحكم ريكاردو للتحدث مع المسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الإساءات العنصرية فورا قبل أن تستأنف المباراة بعد 10 دقائق. وفي تقريره كتب الحكم أنه سمع مشجعا يصيح في وجه اللاعب ويناديه بالقرد. أضاف أنشيلوتي: سألته إذا كان يريد الاستمرار باللعب، وبالفعل أراد ذلك. قال للحكم إنه يتعين عليه الاستمرار، وإنه سيطبق بروتوكول العنصرية بحال تكرار الأمر. لكن الأمر تكرر، لأنه عندما رفع في وجهه البطاقة الحمراء كان الملعب بأكمله يهتف بالقرد، وقال: لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر، أنا حزين جدا. وختم أنشيلوتي مؤتمره الصحفي: حصلت على شكوى، لكن إلى أين أدت؟ لا شيء على الإطلاق. الحل الوحيد هو إيقاف المباراة. بعد المباراة كتب فيني في حسابه على موقع انستغرام: ما ربحه العنصريون هو طردي. هذه ليست كرة القدم، العنصرية أمر طبيعي في لا ليغا. وتابع المهاجم الدولي البالغ 22 عاما الذي حمل ألوان ريال مدريد منذ 2018 لم تكن أول مرة ولا الثانية ولا الثالثة: أنا حقا حزين. البطولة التي كانت ملكا لرونالدينيو ورونالدو وميسي باتت ملكا للعنصريين. وانهالت المواقف الداعمة للبرازيلي من مختلف أنحاء العالم. كشف جميله الحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا: لو قال فيني سأترك الملعب كنت سأتركه أيضا، لا يمكن تحمل هذا الأمر. وقد كتب الدولي المغربي أشرف حكيمي: نحن معك أيضا يا أخي. أما قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي فكتب على انستغرام: لست لوحدك، نحن معك وندعمك. استمر اللاعبون في التضامن مع فينيسيوس. أما أنت فاكتب لنا رأيك حول هذا الموضوع، وهل أنت من المعارضين أم من المؤيدين؟ وماذا كنت ستفعل لو كنت في مكانه؟ وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي تصلك كل الأخبار الجديدة.